عاملين ايه؟ النهارده هنعمل وصفه سهله سريعه بسيطه، المكونات بتاعتها كلها موجوده عندنا في البيت. هنعمل عجينه هشه قطنيه لذيذه وخفيفه، تنفع للاولاد في المدارس. كمان داخل علينا الشتاء، بنحب ناكل معجنات كتير عشان نحس بالشبع ونتخن بقى وكده. فهنحط كمان على وشها زبده. لو اول مره تشوفوا الفيديو بتاعي حطوا لايك، لو اول مره تشوفوا صفحتي اعملوا متابعه عشان يوصل لكم كل جديد. يلا بينا ندخل على المقادير. اول حاجه هبدا بيها، معايا 4 كوبايات من الدقيق، معلقتين من السكر، معلقه من الخميره الفوريه، نص كوبايه من الزبده، وبضايه بدرجه حراره المطبخ، وكمان كوبايه حليب. هنبتدي ننزل المكونات دي كلها في الستاند ميكسر ونعجنهم لمده من 3 ل 5 دقائق. ولو انت ما عندكيش ستاند ميكسر تقدري ان انت تعجنيهم في ايديكي 5 دقائق او 7 دقائق لحد ما العجينه تبقى طريه كده معاكي. بعد ما عجناها هنحطها في طبق خارجي، مش هنسيبها تخمر وقت طويل، لا يا دوبك بس 10 دقايق كده اهوت. وهنبتدي ان احنا نمسكها نكورها كور صغيره. في ملحوظه عايزه اقولك عليها، ما تغلطيش غلطتي وتستخدمي صينيه جرانيت او سيراميك او الحاجات دي. استخدمي اي معجنات في صينيه ألمونيا. بعد ما كورت العجينه كلها بالشكل ده هسيبها لحد ما تخمر برضو نص تخميره، مش تخميره كامله. بعد كده هجيب ربع كوبايه من الحليب، هحط عليهم معلقه نسكافيه، وهبتدي ان انا عندك بقى اي فرشه كده تلمعي وش العجينه، وهندخلها الفرن على درجه حراره 180 لحد ما تاخد معانا اللون الذهبي الخطير ده. طيب هنحط الزبده عليها ليه على الوش؟ الزبده بتديها غنى اكتر وبتديها طراوه اكتر. بس اول حاجه ما تطلع من الفرن تغطيها، وبعد كده تحطي عليها الزبده زي ما انا عملت بالشكل ده. تقدري تعمليها تاكليها ساده من غير اي حشو خالص، بس انا حبيت ان انا ابتكر يعني. كان عندي حبه كريمه باتيسير مع كاستر، ضربتهم مع بعض وقسمت عجينه البريوش دي نصين كده زي ما انتم شايفين. حطيت الكاستر على الكريم شانتيه وابتديت ان انا اعملها حشوه في النص، وبعد كده هغطيها بالجزء التاني بتاع البريوش بالشكل دوت. ممكن تستغني عن اي حشوات خالص وتستكفي ان انت تحطي عليها عسل ابيض من فوق. هنا كان عندي وايت شوكليت، ابتديت ان انا اعمل عليها خطوط من فوق، وبرده ممكن تحط عليها صوص كراميل. كل ده بيدي طعم حلو جدا جدا. ان شاء الله اللي هيجرب الوصفه ديت هتعجبه. اتمنى ان انتوا تجربوها، وما تنسوش تحطوا لايك وكمان كومنت حلو منكم كده يشجعني، واللي اول مره يشوفني يتابعني عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم تاني بوصفه جديده. باي باي.